تطورات مثيرة تهز قضية الهلال السوداني ونهضة بركان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم وفيديو جديد. وما دام هنتكلم على الهلال السوداني يبقى في عظمة بتحصل، يبقى اخبط اللايك والشير. وانا والله انا عارف ان انا لما بطلب منك لايك والشير انا عارف ان انت ما بتأثرش، اقسم بالله فئة كبيرة جدا من اللي بيتابعني ما بتأثرش، لكن احنا عايزين صوتنا دايما يوصل علشان القضية دي لازم تتحل، وبالذات بعد البيان الناري اللي اعتمدوا على صفحة الهلال السوداني النهارده. فشير في كل مكان، انتوا مش مقصرين، بس في فئة كبيرة مش مشتركه على قناتي على اليوتيوب ومش عامله متابعه على الفيسبوك، لكن بتتابعني في صمت وبتحط اوقات بتحط تعليقات وكل حاجه، لكن ناس ان هو يشترك او يفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اعلن نادي الهلال السوداني عن حصوله على رد نادي نهضه بركان في القضيه المثاره امام لجنه الانضباط اللي هي باتحاد لفريق كره القدم، كشفا عن تفاصيل صادمه بتتعلق برفع الايقاف المؤقت. ايه اللي حصل؟ أوضح الهلال السوداني إن رفع الإيقاف اللي تم بتاريخ 14 مارس 2026 جاء بطلب نهضة بركان عبر بريد إلكتروني أرسل في نفس ليلة فرض الإيقاف ليتم قبوله خلال 3 أيام فقط. ركز وحط تحتها 77 خط. صلى على النبي كده الاول في الكومنتات وانزل اكتب لي هلالابي وافتخر اهو تيشيرت. ايه رايكم فيه الاول عشان اعرف الناس انها بتتابع الفيديو الاخر. اللي شاف التيشيرت الازرق ده كمان يقول لي مبروك. وبصراحه برضو الواحد بيفتخر بعد تيشيرت نادي الزمالك ان انا ارتدي تيشيرت الهلال السوداني. طيب اوضح بقى الهلال قال لك ايه؟ قال لك اولا ان تم قبوله خلال 3 ايام فقط بدون تقديم اسباب، بدون عقد جلسه استماع، بدون استيفاء الشروط القانونيه المنصوص عليها في لوائح مكافحه المنشطات. واعتبر الهلال ان ما حدث يعد سابقه خطيره في قضايا المنشطات وبيثير تساؤلات كبيره حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين داخل الكره الافريقيه. كما ابدى النادي استغرابه من عدم تنحي المسؤول الذي اصدر قرار رفع الايقاف، مطالبا بضمان الحياد الكامل ومؤكدا انه سيثير مساله تضارب المصالح رسميا اذا لم يتم ذلك. ومن المنتظر أن تعقد جلسة الاستماع يوم 9 أبريل 2026، يعني قبل يومين فقط من نصف النهائي، حيث يعرض الهلال كافة التفاصيل مع تأكيد ثقته في تحقيق العدالة. واختتم الهلال بيانه بالتشديد على التمسك الكامل بحقوقه والدفاع عن نزاهة كرة القدم الأفريقية. بالمناسبة الهلال النهارده كان بيلاعب فريق مارينيز، وانا عارف ان مارينيز هو دلوقتي في المركز الثامن، يعني النقطه دي رفعت معاه من العاشر للثامن مفيش مشكله، يعني هو برده مش في الهبوط او الكلام ده كله، لكن برده اكيد الواحد حزين لان كنا بنطمح ان الهلال يفضل على طول متصدر بفارق نقاط كبيره عن اقرب منافسيه. وبالتالي ترتيب الدوري الرواندي بعد تعادل الهلال النهارده 1-1، الهلال 55 نقطه من 25 مباراه. لكن والله العظيم خليني برده مش مبرر ولا حاجه، بس صدقني في ظل الظروف اللي بيمر بها الهلال السوداني غير الظروف اللي احنا ذكرناه قبل كده، في حته ان انت القضيه شغلاك، وفي حته ان انت نفسك تكمل، وان انت كنت عامل اداء ولا اجمل ولا اروع من كده وموسم استثنائي، اكيد ده مأثر على اداء المباراه. لكن نحاول نفصل ما بين ده وما بين ده. الهلال 55 نقطه، الجيش الرواندي 52، انت فارق عنه ب3 نقاط ومعاك مباراه مؤجله. طب المباراه المؤجله هتكون قدام مين؟ قدام نادي كيوفو سبورت يوم السبت 18/4 الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر بمشيئه الله تعالى. طيب نيجي بقى عنده، وخد بالك برضو ده في المركز الخامس، ولو كسب هيبقى الرابع، انت واخد بالك، فاكيد المنافسه صعبه. فانت فارق 3، ولو فزت ان شاء الله تفرق ب6 كده رسم فهم نظمي. فاتمنى ان الهلال السوداني ما يضيعش اي نقاط ثانيه. الجيش الوطني 52 نقطه من 26 مباراه، المريخ 49 من 25 مباراه، يبقى انت فارق دلوقتي رسمي عن المريخ السوداني ب6 نقاط فقط. الناس بقى اللي زعلانه وبيقولوا لي من جماهير المريخ، بيقولوا لي انت بتتمنى ان الهلال السوداني ياخد الدوري ليه؟ عشان انا بشجع الهلال السوداني زي ما انا بشجع الزمالك. بيقول لي طب احنا ما قلناش هنشجع الزمالك تاني. يا عم انت حر تشجعه او لا، دي حاجه ترجع لك انت. انا ما بغصبش حد ان هو يشجع ناديه، ولا حد غصبني ان انا اشجع الهلال السوداني. انا بحترم المريخ، مفيش بيني وبينهم اي مشاكل، بس مش عيب ان انا اكون مشجع للهلال السوداني. فما اعرفش انت زعلان ليه. يلا شوف الشوق على خير، السلام عليكم.